تخيل بقى باقه ب 1200 جنيه المتر، وهعمل لك اللي فاهم اللي عمرك ما شفته، احط لك كرانيش في الاوضه. يا جماعه موضوع الباقات دوت يعني خليها قاعده في دماغك كده، تنفع مع شركات المحمول بس. اي حاجه غير شركات محمول يقول لك باقات، اعرف ان في حاجه غلط. ليه بقى؟ هو هيجي يقول لك والله انت شاتك كام متر يا باشا؟ 100 متر. 100 متر اضرب في 1000 ونص مثلا، يعني 150 الف جنيه. هعمل لك فاهم تشطيب فظيع، هيبقى فظيع فعلا. هتروح فعلا هتلاقي ان في حاجات كان نفسك فيها، يقول لك لا والله ما ده مش من ضمن الباقه. طب انا نفسي اجيب لا والله مش من ضمن الباقه. طب ايه اللي من ضمن الباقه؟ هتلاقي حاجات فاهم بيزكس قوي، ماتيريال تعبانه جدا مثلا. خد بقى السوبر تشطيب، والالترا سوبر، واللوكس والسوبر لوكس والكماله والبتاع ومش عارف ايه، علشان تحاول تحقق اللي نفسك تعمله. وفي الاخر هيجي في حاجات برضه يقول لك ايه، تقول له والله انا نفسي في الخلاط الفلاني، يقول لك لا والله ده مش من ضمن الباقه، ده انت لازم تدفع تاني بره الباقه عشان اجيب لك اللي نفسك فيه، يا اما هحط لك والله الخلاط اللي موجود دوت. طب ليه؟ انا ايه اللي يجبرني؟ انا واحد عندي التزامات معينه او حاجات معينه نفسي اعملها في شقتي، فانا بجيب واحد بقول له يا باشا انا دي شقتي 100 متر، لازم الاول اشوف حالتها، محاره ولا طوب احمر، ولا طب محارتها كويسه ولا مش كويسه، طب لو مش كويسه هتحب نعالجها ولا لا. يعني لازم اشوف الوضع ايه. بعد كده ابدا اقول لك طب نفسك تعمل ايه، تقول لي واحد اتنين تلاته اربعه. طبعا لو في تصميم هيبقى مريح، مفيش تصميم عشان نخلي البساط احمدي. طيب انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل واحد اتنين تلاته اربعه، عايز اعمل حاجه شبه دي، حاجه زي كده بتاع. المفروض المهندس هيبدا يوظف الكلام ده. ده ما يمنعش ان التصميم مهم والتصميم مريح وهيوفر لك حاجات كتير، واتكلمت في الموضوع ده قبل كده. بس خلينا نتكلم في حاله ان انت رحت لحد مفيش تصميم، خلاص تمام مفيش مشكله، ما تشتغلش باقه بقى. انا بقى عندي يقول لي يا باشا شقتي دي بالشكل ده تكلفني كام، يبدا يديك بقى مقايسه، يديك بنود، يقول لك والله انا هعمل لك تعديلات معماريه، هعمل كهرباء سباكه نجاره، طبعا تفاصيل بقى البنود، ويقول لك والله انا هشتغل بكذا وهعمل كذا وهسوي كذا. كل ده بقى هيكلفنا اكس، مش مناسبني. طب نبدا ايه؟ تقول لا طب مش، طب ممكن نعمل كذا، طب مش عارف ايه، تشوف بقى مناسبكم انتوا الاثنين ولا لا. ده اللي انا اعرفه، غير كده يعني ما توجعش دماغك يعني. ربنا يكون في عونك، لان في مشاكل كتير بنشوفها، وانت حر، كل واحد ينام بقى على ايه براحتك يعني. طبعا انت عارف انا عايز اقول ايه.